يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الياسمين، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح الفرحة بالنجاح. الفرحة حلوة قوي يا ولاد، والله العظيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. لما يحصل لكم حاجة حلوة احمدوا ربنا 3 مرات. ربنا قال ايه؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. قولوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وانا بحمد ربنا وفرحانة قوي ببنتي. اللهم بارك، اللهم بارك، يا رب ما يكسر فرحتنا أبدا يا رب العالمين. رغم زعلي على هاجر وتعب هاجر، والله العظيم 3 قلبي وجعني عشانها جدا. بس مش عايزه اكسر بقلب حبيبه وفرحه حبيبه ابدا ابدا. النهارده كان التكريم بتاعها. تاني يوم رحنا جامعه عين شمس بعد ما عملت معاها الرغبات. المدرس بقى اتصل بيها، قال لها طبعا ما شاء الله اللي جايبين كل الدرجات الحلوه في الفلسفه والمنطق وعلم النفس هيتكرموا في برضه في جنب الجامعه بتاعت عين شمس، قاعه كبيره. اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل اولياء الامور بيحضروا. حبيبه مطرحه حمرا دي اللي جنب دي، ده مستر تامر العمري بتاع الفلسفه والمنطق وعلم النفس، واللي مكرمهم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. فرحه جميله جميله والله العظيم. عامل لهم حفله جميله جميله جميله، واغاني جميله وحاجات حلوه قوي. بس انا طبعا كتمت الصوت عشان حقوق الطبع والنشر على الحاجات اللي فيها موسيقى وكده. دول اصحابها، دي شهد ما شاء الله اللهم بارك، ودي حبوبه اللي جنبها. اللهم صل على النبي. يا رب يفرحكم يا ولادي، يا رب يفرحكم كلكم. والله 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 طول السنه انا مش بدعي لبنتي بس، انا كنت بدعي لبنتي واصحابها كلهم اسم اسم. اقول يا رب يكبر خاطرك يا حبيبه انت وشهد ومروه ومنى الدالي وفرح وساره اللهم صل على النبي، منى بنت صاحبتي سحر، وولاد خالاتي الاثنين، بنت ليلى وبنت رانيا. بدعي لكل اصحاب بنتي وكل قرايبي اسم اسم، مش بقول واصحابهم لا، اسم اسم والله العظيم. اقول ربنا يكبر خاطرهم وخاطر امهاتهم وابائهم يا رب العالمين. وفعلا الحمد لله ربنا استجاب دعائي، ربنا يكملها على خير ان شاء الله، ويجي لهم باذن الله احلى كليات ان شاء الله. يا رب يكبر خاطرهم. تعبنا معاهم طول السنه، وكان والله العظيم انا مش قادره اقول لكم. اللهم بارك، الحمد لله، الحمد لله. انا اولى ثانوي وتانية ثانوي بتاعت حبيبه، اقسم بالله العظيم بالذات اولى ثانوي لما كانت حبيبه كنت بعيط. والله العظيم كنت بعيط. اللي حاضر معايا القناه من الاول عارف انا قد ايه كنت بعيط وخايفه جدا جدا من مرحله الثانويه العامه. اولا ماديا كنت خايفه ان احنا ما نقدرش عليها ماديا. كنت بعيط اقول يا رب معقوله احنا نقدر نصرف عليها في الثانويه العامه بالدروس والحاجات اللي انا بسمعها دي؟ معقوله بنتي هتنجح في الثانويه العامه؟ معقوله هتكون قدها؟ كنت خايفه ومرعوبه مرعوبه مرعوبه جدا جدا، مش قادره اقول لكم ازاي. وكنت بعيط اولى ثانوي وتانية ثانوي، من كتر ما كنت بعيط كان قلبي بيوجعني. جيت في اخر تانية ثانوي قبل ما تخش وتبتدي الدروس بتاعه تالتة ثانوي، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، اقسم بالله العظيم هذا حصل. قلت انا مش هعيط تاني ولا هزعل تاني. حبوبه معايا يا حبيبه قلبي، رب افرح بيكي يا بنتي يا رب، ويكمل فرحتك على خير يا حبيبه قلبي، ورب دايما متفوقين انت واصحابك، ويرفع راسك دايما يا بنتي، يكبر خاطرك ويستر عرضك يا بنتي انت واصحابك يا رب العالمين. فرحتهم دي والله العظيم عندي بالدنيا، انا اول مره افرح كده. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. جيت في اواخر بقى تانية ثانوي وهي داخله على مرحله الثانويه العامه، والله زي ما بقول لكم كده قلت انا هسلم امري لله، هسلم امري لله. ودايما كنت احط قدامي كده الايه اللي انا بحبها جدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الايه دي قدامي اقول يا ربي انا عمري ما هزعل ابدا. كل ما ازعل في اي حاجه في امور الدنيا كلها او في حياتي، الايه دي قدام عيني اقول معقوله ربنا هيزعلني؟ لا ده انا بتقي ربنا جدا، والله يعلم الله والله العظيم بتقي ربنا. لو ذرة ملح فيها حرمانية الواحد الحمد لله الحمد لله بيتقي ربنا فيها، ما يقبلهاش. فقلت ان ربنا هيقف معايا عشان انا بتقي ربنا، عارفه ان ربنا هيقف معايا. وفعلا والله العظيم الحمد لله الحمد لله، ببركه ان الواحد بيتقي ربنا وبركه القران واهل القران وصحبه القران اللي انا فيها ودعواتهم لبنتي ودعواتي ليها، الحمد لله ربنا جبر بخاطرها. انا بصور لكم صوتي على الفيديو والله والنور قاطع. النور الحمد لله الحمد لله بقى يقطع دلوقتي مره واحده في اليوم، بعد ما كان بيقطع من 5 ل6 مرات في اليوم وكنا بنتعذب فيهم، دلوقتي الحمد لله بقى يقطع مره واحده في اليوم، من الساعه 6 ل7 او من 6 وربع ل7 وربع، حاجه كده ساعه او ساعه وربع. فبستغل بقى الساعه دي اقول اسجل فيديو، اعمل حاجه. الحمد لله رب العالمين انا قاعده بسجل لكم الفيديو ومخلصه اللي ورايا الحمد لله. عملت الاكل، كان عندي بسله طلعتها عملتها، تخزين البسله نفعني جدا.
وعملت حبه رز وعملت حبه سلطه ومتبله البانيه، قلت دوت على القليان على طول. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يعني مش قادره اقول لكم يعني لازم هم يتكرموا، وتعبهم طول السنه وتعبنا معاهم ماديا ونفسيا وكل حاجه. الحمد لله رب العالمين، ربنا جبر بخاطرنا عشان خاطر باباها وعشان خاطري طول السنه والله العظيم. يعني الله يكون في عون باباها طول السنه، يصرف يصرف يصرف، وانا كنت والله العظيم يعني كنت عذراه وبدعي له والله ربنا يرزقه برزقنا يا رب العالمين. والفرحه والله العظيم حلوه. المستر كان عامل لهم حفله كبيره جدا، القاعه بصوا كانت كبيره وفيها كمان شو وفيها حاجات جميله جدا. واصحابها ومامتهم وباباهم واخواتهم. انا كنت والله العظيم نفسي اخد محمد وبلال، لو اعرف ان القاعه كبيره كده والاحتفال كبير كده كنت خدت محمد وبلال معايا. فما شاء الله دي شهد الوقفه دي، ودي مروه ودي تقى. بصوا دول اصحابها الانتيم يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا ما كسفش حد فيهم، وكلهم جايبين تقديرات حلوه ومجاميع حلوه ومقفلين في مواد كتيره. الحمد لله رب العالمين، ده التكريم فيها. هي دي تكريمه في علم النفس والفلسفه والمنطق. فاضل لنا ان شاء الله في تكريم تاني عندنا بتاع الجغرافيا ان شاء الله باذن الله، هصوره لكم. اي حاجه باذن الله انتوا معايا في القناه فيها، وانتوا حضرتوا معايا القناه من الاول وحضرتوا معايا زعلي، وان شاء الله تحضروا بقى معايا فرحي باذن الله. يا رب اجعل كل الفيديوهات اللي جايه كلها فرحه وطاقه ايجابيه وتفرحوا معايا يا رب دايما، ويكبر خاطركم كلكم. هم تعبوا ومستحقين ان احنا نقدرهم والله. حتى لو والله العظيم، حتى لو بنتك او ابنك ما جابوش مجموع في الثانويه العامه ما تزعلهمش. لو انت شايفه ان ابنك او بنتك تعب طول السنه وكان بيذاكر وربنا ما كرموش بمجموع حلو، طبطبي عليه واحضنيه كده وبوسيه وقولي له ايه ان شاء الله ربنا هيكبر خاطرك. ممكن ربنا مش كاتب لك الرزق في الكليه اللي انت كنت هتخشها او نفسك فيها، ربنا كاتب لك رزق في حته تانية، او ربنا كاتب لك حاجه احسن. ربنا ما بيكتبش حاجه شر والله العظيم. يعني انا عندي بنت خالتي والله بنتها جايبه مجموع كبير قوي، بتقول احنا قعدنا نعيط، قعدنا يومين نعيط انا ومامتي وبنتي. قلت لها ليه؟ افرحي بيها، بنتها جايبه 80% علم. قلت لها افرحي بيها وفرحيها، ده انا فرحت بنتي. انا اخواتي اليوم اللي جم عندي والله العظيم تاني يوم نجاح حبيبه، جم اتغدوا عندي وقعدوا معايا يوم، كان يوم جميل جدا. ماما واخواتي البنات وعيالهم اتغدوا عندي وقضينا يوم جميل الحمد لله اللهم بارك. كان يوم جميل، واستلفنا من جيراننا الصب دوت وشغلوه على الاخر وقعدوا يهرسوا. كان فرح والله العظيم، كان فرح. الحمد لله رب العالمين. هي جايبه 74%، انا فرحانه بيهم كانها جايبه 100% او 99%. فرحانه بيها جدا جدا، لانها تعبت طول السنه وما كانتش متكاسله ولا كانت ولا قاعده وما كانتش بتقعد. وفي ايام والله كانت بتطبق فيها، كنت انا وباباها نقول لها يا بنتي يا بنتي نامي، لا انا لازم اسهر، يبقى عندها امتحان في السنتر، المدرس يبقى عامل لهم امتحان، او لا نامي ما تبقاش نايمه الا ساعتين او 3 ساعات او 4 ساعات. لا لا لا، لو نمت مش عارفه اخلص الماده وعشان اجيب درجه حلوه في الامتحان ان شاء الله. وكانت بتاخد فيها تقديرات وشوكولاتات وفلوس وحاجات محتفظه بيها ما شاء الله. حاجات حلوه قوي. فابنك او بنتك حتى لو ما جابوش مجموع والله العظيم افرحوا بتعبهم، ان هم تعبوا طول السنه ومحتاجين الكلمه الحلوه منك. الايام دي هيفتكروها ليكم. يعني انا والله العظيم فاكره ايامي لما كنت في الثانويه العامه، وماما كانت تصحيني من النوم في عز الليل. كنت في الثانويه العامه بتاعتي كانت على نظام سنتين، تانية وتالتة. مجموع الثانويه العامه بتاعي كان على سنتين، تانية وتالتة، الاتنين بيتضافوا للمجموع يبقوا ثانويه عامه سنه واحده في الاخر. فانا ايام انا تعبت سنتين ثانويه عامه، ما كانتش سنه واحده كانوا سنتين. فكنت تعبت فيها جدا، وكنت من النوع اللي انا ايه ما بنامش. يعني ايه بنام مثلا الساعه 5 او 6 المغرب واصحى الساعه 12 بالليل، اقعد من 12 بالليل بقى مطبقه، الاقي ماما عامله لي حبه قهوه وحبه لبن، افضل مطبقه لتاني يوم. طبعا سنتين ارهاق ارهاق ارهاق، ارهاق جدا 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 على الاعصاب. انا بنتي لما دخلت ثانويه عامه هي قالت لي يا ماما اسهر ولا اصحى بدري؟ قلت لها شوفي اللي يريحك، بس من الاحسن بلاش تعملي زي ما انا كنت بعمل. كنت ببقى انا نايمه بالنهار والناس صاحيه، واصحى طول الليل، ببقى عذاب نفسي على فكره جدا. لقيت ان هي في الاخر كله بيتساوى في الاخر، اللي كان بيعمل كده واللي مش بيعمل كده. انا طبعا عشان اخواتي وكنا 4 اخوات ودوشه، فكنت ايه بنام بالنهار واصحى طول الليل افضل صاحيه مطبقه.
فطبعا ده ارهاق نفسي، بلاش ولادكم تعملوا الحركه دي ابدا. واختي ايناس برضو كانت نفس الموضوع، فالموضوع مرهق جدا. فانا خليتها تعيش حياتها الطبيعيه جدا، مثلا تنام الساعه 1 2 3 بالكتير قوي، وتصحى مثلا 9 10 11، زي بتنام 8 ساعات. اقول لها احسبي لنفسك وقت ما تنامي نامي 8 ساعات. فالحمد لله الحمد لله، والله العظيم وكنت بهتم بيها، بس هي ما كانتش بترضى تاخد لا فيتامينات ولا حاجه. جيت على اخر شهر كده بقيت اجيب لها فيتامين حديد، ما خدتش منه غير كام واحده، بقيت تقول لي يا ماما انا عايزه ارجع منه، مش قادره مش قادره. وجبت لها برطمان عسل نحل في شهر الامتحانات بس والله. بس الحمد لله الحمد لله والله العظيم، ربنا جبر بخاطرنا وفرحنا. وديت اللي هي ماسكاها، ديت الجائزه اللي هي خدتها هي واصحابها، الحمد لله الحمد لله. والاحتفال والله العظيم كان جميل، والفرحه حلوه جدا جدا، وربنا يرزقكم الفرحه. وقبل يا رب كده ما اصور لكم في القناه كده فرحها هي واخواتها، وتحضروا معايا يا رب لحظه بلحظه في القناه ان شاء الله. والله العظيم الفرحه جميله، يا رب يفرحكم ويدوقكم الفرحه اللي انا فيها والله. رغم زعلي على هاجر، بس انا مش عايزه ازعل بنتي التانيه. قلبي موجوع على هاجر، مش مطمنه عليها، ونفسي اعمل لها والله رسم على المخ وحاجات كتيره. بس ان شاء الله باذن الله، أنا لقيت دكتور حلو كده وكلمته على الواتس وعرفت المواعيد، و وباذن الله هتواصل معاه وهروح اكشف عليها باذن الله. ده ان شاء الله ممكن على بكره اخدها اكشف عليها، وزي ما هيقول لي بقى هيشوف بقى اخر تحليل بتاع الغده بتاعها والتحليل بتاع الكالسيوم اللي انا عاملاه لها وكل حاجه. وربنا كريم ان شاء الله يطمن، وهطمنكم عليها وانزل لكم فيديو اقول لكم انا عملت ايه. وان شاء الله ربنا يقف معانا باذن الله، واصور لكم وابعت لكم كده على الناس اللي بتكلمني على الواتس، واطمنكم ان شاء الله على هاجر باذن الله. كده فاضل لنا ان شاء الله تكريم بتاع الجغرافيا ان شاء الله، برضه هروح معاه. برضه كان في العباسيه، ده كان في قاعه كبيره وما شاء الله اللهم بارك، والعدد كان كبير ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. دي الناس اللي جايبه درجات حلوه في الفلسفه وعلم النفس، والتكريم بتاعهم ومدينهم اللي هي بتاع القطيفه دي، مش عارفه اسمها ايه. وضحكنا وانبسطنا. بصوا مش قادره اقول لكم، كان اليوم جميل 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 والله العظيم، كان اليوم حلو قوي قوي. ربنا يفرحكم يا رب، واللي ابنها او بنتها ما جابوش مجموع ما تزعلوش، ربنا كاتب لكم الرزق في حته تانية والفرحه في حته تانية، ما تزعلوهمش. على قد ما تعبوا انتوا فرحوهم والله، فرحوهم على قد تعبهم، مش على قد الدرجه اللي هم جايبينها، لان دي بتبقى قدرات من عند ربنا. وربنا يفرحكم يا رب يا رب.